السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي المحترمين متابعين قناة الصيد مع شومان في كل مكان. النهاردة طالع بناء على ناس كتير جدا كلموني في موضوع النقطة. النقطة ديت قبل ما أتكلم عليها عشان صيد السمك يعني، قبل ما أتكلم عن النقطة في حاجات بتيجي قبل النقطة. إيه هي؟ بداية فصل الشتاء لغاية نهاية فصل الشتاء ديت بيتكون تحت قاع البحور أو النيل أو المياه العذبة أو المصارف، بيتكون حاجة اسمها الخضار، ودي للفرس بينمو فيها الطحالب. فالسمكة طول فصل الشتاء بتاكل ايه؟ من الطحالب اللي هي بتطلع من الخضار، ودي للفرس اللي بيبقى عايم على وش المية. ده فصل الشتاء. طب هنتكلم بقى عن نوى. نوى عبارة عن بيجي معاها نقطة، جو حر جدا وريح حامية جدا حر، فبينزل معاها النقطة. فالنقطة ديت بتنزل بتقنص جميع الخضار اللي تحت في المية، بتموته. طب امتى يا جماعة بتيجي النقطة ديت والموجة ديت؟ بتيجي في نص 5 لغاية نص 6. تكون في نص 6 بيكون الخضار اللي تحت في المية مات، اسود ومات ومشي بقى على وش المية، وانت قاعد بتصطاد حاليا بتشوف ايه؟ بتشوف خضار عايم على وش المية قدامك كتير. ده علامة ان الخضار اللي تحت في المية مات والنقطة موتته. النقطة ديت بتساعد على ان السمكة ما تلاقيش حاجة تاكلها في المية من الخضار او الطحالب او الحاجات ديت، فبتبدأ تطلع على ايه؟ على البر او على الجرف، تدور على اكل تاكله، سواء بقى غلة، سواء طعم، سواء مصران، سواء ذرة، خضار، اي حاجة تطلع تاكل ايه اللي تقابله. فعشان كده بعد نص 6 ان شاء الله هيبقى موسم كويس وهيبقى موسم جميل وفي خير حلو الحمد لله ان شاء الله باذن الله. ويا ريت كل الناس تتمتع وتصطاد وتكيف نفسها وتمتع نفسها. انا طبعا النهارده عشان افهمكم الموضوع ده يعني ايه النقطه. لو حضرتك فاهم قول لي ليه اللي مش واخد باله ومش فاهم، عرفه يعني ايه النقطه. لو حضرتك جنبك ناس من هم اخواتنا الفلاحين الطيبين لهم اراضي زراعيه اسالهم لهم يعني ايه النقطه، او تعرف واحد بحار بمركب اساله يعني ايه النقطه، هيقول لك اللي انا بقوله لك ده على حسب اجتهادي يعني. فان شاء الله باذن الله بعد النقطه ديت ما بتنزل وتموت الخضار اللي تحت الميه، السمكه بتبدا عايزه تاكل بشراهه، فبتطلع على اي طعم بتاكل ايه؟ الطعم اللي قدامها. فان شاء الله موسم خير، وابدا بقى من اليومين دول اعرف ادوارك. اي حاجه عندك في البيت فاضله يعني، شويه رز فاضلين، شويه مكرونه فاضلين، اي حاجه ارميهم في الدور بتاعك بعد ما تخلص صياغه، ارميهم وسيبهم في الدور. هتيجي بقى على نص 6 ان شاء الله هتتمتع. اللهم بلغ اللهم فاشهد. وتحياتي لكل الصيادين حبايبي المحترفين والهواة وكل الناس المحترمة.